إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هدف المقاتل في سبيل الله، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وهذا جزاؤه، أنه في كل الأحوال سواء قتل أو غلب فهو فائز، فله أجر عظيم سواء قتل في سبيل الله أو انتصر على عدوه ونال النصر، شهادة أو نصر وغنيمة. وليحقق الله سبحانه سنته ليتخذ بكم شهداء سبحانه. ولكن الشهادة قد تميع مفهومها للأسف عند بعض المسلمين، صاروا يفهمون معنى الشهادة فهما خاطئا، فأدخلوا في الشهداء من ليس منهم، لا اعتقادا ولا عملا. فليس كل من قتل هكذا يكون شهيدا على الإطلاق، هذا فهم كاسد ما قال به أحد من العلماء البتة. حتى أدخلوا الذين يقتلون في الثورات التي قامت على شعارات جاهلية لا علاقة لها، حتى لو كانت بشعارات إسلامية، أدخلوهم في الشهداء. هذا ما قال به أحد من العلماء أبدا. إنما الشهيد وهي مرتبة عظيمة لا ينالها أمثال هؤلاء أبدا، إنما ينالها بالنسبة لأعلى درجات الشهادة الذي قتل لتكون كلمة الله العليا، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لم يقاتل من أجل ديمقراطية ولا من أجل حقوق الشعب والشعارات التي نقلها إلينا الكفار عبر ثورة فرنسا الليبرالية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا القتال يكون قتالا شرعيا بالضوابط الشرعية، ليس قتالا همجيا، يكون جهادا شرعيا منضبطا بالضوابط الشرعية تحت راية ولي الأمر المسلم الممكن الذي له جيش ممكن. هذا هو القتال الشرعي. أما العصابات والميليشيات هذا ليس جهاد وليس قتالا أصلا شرعيا. وكذلك جعل الله عز وجل الشهداء في أعلى المراتب بعد النبيين والصديقين، لكن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما في
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة أرواح الشهداء، أنهم في أجواف طير خضر في قناديل معلقة تأوي إلى العرش. ولماذا كان كذلك؟ لأن الطير طير لطيف، وروح الشهيد لطيفة في قناديل معلقة تأوي إلى العرش في أعلى مرتبة، وهذا على ظاهره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحثون الذين في الطريق إليه على أن تكون الشهادة في سبيل الله، لا في سبيل حزب، لا في سبيل شعارات كاذبة، شعارات مستوردة أو شعارات استحدثها الكفار ونقلت إلينا، في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله كتابا وسنة وما كان عليه سلف الأمة، الإسلام حقا. ويدخل في ذلك أن نحمي أوطان المسلمين. فمن قتل في سبيل حماية وطنه الذي يشمل أهله وأرضه وعرضه محتسبا عند الله فهو في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. هذه الشهادة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حياة برزخية ليست حياة دنيوية، لأن حياة الشهيد مثل حياة النبي، هو يحيا في البرزخ أي في القبر حياة برزخية. البعض يظن أن حياته كالحياة الدنيا، لا، هو انتقل عن الدنيا، ترك الدنيا ويحيا حياة جديدة تسمى بالحياة البرزخية، حياة في القبر لا تتعلق بالدنيا، لا ندري كيفيتها. وأرواحهم كما ذكر صلى الله عليه وسلم في حواصل طير خضر معلقة في قناديل معلقة تحت العرش تأوي إلى العرش، عرش الرحمن. ويحدث التقاء ما بين الروح والجسد بصورة لا نعلمها، لأن هذا عالم الغيب لا يقاس على عالم الدنيا. وكما في حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء لما مر بشجرة فكان في أعلاها غرفة، فقيل له: هي غرفة الشهداء في الجنة. فهذه كلها أمور غيبية لا ندري كيف تكون. والرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، وهكذا يكون كل شهيد. إذا أتى يوم القيامة يسألهم ربهم: هل لكم من حاجة؟ إذا اطلع عليهم اطلاعا يقول: لا والله ربنا، ولكننا نود أن نقتل في سبيلك مرة أخرى ثم نحيى ثم نقتل. فإذا وجد أن ليس لهم حاجة تركهم. هذا هو الشهيد حقا، ليس الشهيد ادعاء أو شعارات فقط وكما قال بروماجندا في الإعلام. لا، الشهادة دي ليست كما يظن الناس، ليست لكل أحد، بل قد يقاتل في الظاهر في سبيل الله، يعني مع جند المسلمين، ولكنه قد يكون من أهل النار، كما في حديث هذا الرجل الذي ما ترك شاردة ولا واردة في قتاله مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا وأتاها، كان يقاتل قتالا شديدا، لكنه في نهاية الأمر سألوا
لما جرح سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا هو في النار، فتعجب الصحابة كيف يكون في النار وقد قاتل معنا قتالا شديدا، فما لبث إلا أنه لم يصبر على جرحه فقتل نفسه فقال أشهد أني رسول الله. لماذا؟ لأنه كان يقاتل حمية عصبية، لم يقاتل في سبيل الله، يقاتل حمية وعصبية لقومه فقط، فده ليس في سبيل الله. فإن كان هذا يقاتل حمية وعصبية فكيف الذي يقاتل حمية للحزب أو عصبية لحزب؟ الذي يكون في سبيل الله عباد الله ليس في سبيل الله. ونحن في شهر رمضان، شهر الجهاد والشهادة. كم قتل من الشهداء في هذا الشهر من غزوة بدر إلى حرب العاشر من رمضان. الآلاف من الشهداء نحسبهم عند الله شهداء، بدءا من أول معركة للإسلام مع صناديد الكفر في قريش في غزوة بدر إلى آخر قتال للمسلمين مع أعداء الإسلام في حرب العاشر من رمضان، الذي يعد آخر نصر للمسلمين عليهم، ولعل الله أن يعجل بنصر قريب آخر عليهم. كان كل ذلك في شهر رمضان، لأنه شهر مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم: جاءكم رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. فأنتم بشهر مبارك فالتمسوا بركة هذا الشهر وسألوا ربكم حقا الشهادة حقا وصدقا. من سأل ربه الشهادة صادقا أعطاه الله إياها ولو مات على فراشه كما قال صلى الله عليه وسلم. فسألوا ربكم بصدق وإخلاص. اللهم ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك. نسأل الله أن يمن علينا وإياكم بجنات النعيم، وأن يلحقنا بالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأذكر نفسي وإياكم سريعا، وقد بلغنا منتصف رمضان، وأوشك رمضان كالعادة على الانتهاء سريعا. نحن مقبلون بعد أيام أو ليالي قلائل على العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي تعد أفضل 10 ليال في السنة كلها. أفضل الليالي في السنة كلها ليالي العشر، وأفضل أيام ذي الحجة، أول 10 أيام ذي الحجة. الليالي لرمضان والأيام لذي الحجة. بالنسبة للتفضيل هكذا جمع العلماء. ولماذا الليالي؟ أن ليالي رمضان الأخيرة ليالي العشر فيها ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، التي نزل فيها القرآن إلى بيت العز في السماء الدنيا كما قال ابن عباس، ثم نزل منجما مفرقا عبر السنوات حسب الوقائع. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان اختص بنزول القرآن الذي هو هدى للناس وبينات أي واضحات. وهداية القرآن لن تكون إلا بالسنة، لأن القرآن حمال أوجه كما قال العلماء، ولن نفهم هذه الأوجه إلا بالسنة. لذلك الذين يريدون أن يفصلوا القرآن عن السنة لا يحترمون القرآن، لا يعظمون القرآن، لا ينفصلان حتى يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا قرآن وسنة كلاهما واحد. لأن ما زال البعض في وسائل الإعلام من أصحاب القلوب المريضة أو من أصحاب الأصوات المأجورة من قبل أعداء الإسلام يشككون المسلمين في سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، أو يهونون منها، خاصة ما عندهم شغل إلا صحيح البخاري. هذا أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل باتفاق المسلمين، فدعوكم من هؤلاء لا تستمعوا إليهم.
فالله عز وجل قد اختص رمضان بهذا الفضل، إذا كان من أفضل شهور العام، نزل فيه القرآن الرسالة الخاتمة، والتي هي هداية لنا إلى أن تقوم الساعة، ونحن لن ننال عزا ولا نصرا على عدونا إلا بالتمسك بهذا القرآن وبهذه السنة. هذا أول شروط النصر. هم يعلمون ذلك جيدا أعداؤنا، أنهم إذا تمسك المسلمون بدينهم كتابا وسنة مع أخذهم بالعدة الصحيحة، لا بالقتال تحت الخنادق والصناديد ويقول نحن انتصرنا، ثم يخرجون بعد ذلك بعد أن دمرت البلاد يقولون انتصرنا. أين كنتم أنتم في الصناديق مختبئين؟ إنما النصر بالمواجهة، بالعدة، إعداد العدة الصحيحة. لذلك جيش مصر يا عباد الله، أقولها صراحة ليس مدانة، هو آخر معقل من معاقل الإسلام ضد مخطط هؤلاء لتفتيت بلاد الإسلام. جيش مصر آخر معقل من معاقل الإسلام لتفتيت وتبديد مخطط هؤلاء المجرمين من أعداء الإسلام، الذين الآن فتتوا البلاد وقسموها وما زالوا يقسمون فيها. وسوريا كما تعلمون في صدد أو شبه قسمت. اليهود أخذوا جنوب سوريا كاملا ولا حياة لمن تنادي، والباقي قسم بين أمريكا وروسيا وتركيا. هذا من يخون جيش بلدي أو يسلمه إلى الأعداء. نعم تخلصوا من بشار النصير الرافدي، لكن بعد ذلك ماذا؟ قسمت البلاد ودمر الجيش بأكمله. فاعتبروا لا تسلموا بلادكم إلى شعارات كاذبة أو إلى عدو خسيس عبر هذه القنوات التي تريد منكم نعم أن تكونوا غنيمة لهؤلاء وأن تقسم بلادكم كما قسمت البلاد الأخرى. انتبهوا، مصر هي آخر معقل ضد مخطط هؤلاء، ونحن في شهر رمضان، شهر النصر وشهر العز، فتمسكوا بدينكم وكونوا يدا واحدة تحت قيادة جيشكم الذي يعد حاميا لأرضكم وعرضكم وأولادكم، ولا تكونوا مع السفهاء الذين يكون جيش البطاطس وجيش البطاطا، هذا الكلام السفيه الذي لا يصدر إلا من خائن أو مجنون لا يعرف قدر جيش مصر وجيش البطاطا، هؤلاء الخونة قتلهم الله. انتبهوا يا عباد الله، المخطط كبير وعظيم، ومصر آخر معقل الآن. إذا سقطت مصر سقط كل ما بعدها من بلاد الإسلام. فانتبهوا لبلدكم وانتبهوا لجيشكم وكونوا تحت قيادة ولي أمركم قائد الجيش يدا واحدة ضد هذا المخطط الخسيس الذي إن شاء الله سوف يحبط بإذن الله وعونه بجيش مصر. نسأل الله أن يعجل بنصر عزيز على هؤلاء المجرمين، وأن يرزقنا وإياكم شهادة صادقة في سبيله. اللهم أصلح بلادنا وأصلح جيشنا وأصلح قائده، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على كل خير. اللهم ارزقنا صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا إلى قيام الليالي العشر الأخيرة إيمانا واحتسابا، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وكان يجتهد في الليالي العشر الأخيرة ما لا يجتهد في غيرها. اللهم ارزقنا الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان، وارزقنا قيام ليلة القدر. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم احفظنا في ديننا وفي بلادنا وفي أولادنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن الصلاة.